والله العظيم انا عارف ان السيناريو هيحصل. ليه؟ لازم يا جدعان شخصيه البطل تبقى حاضره، وريمونتادات بقى، وفاهم، ابقى خسران فرق 1-3-2 فجاه ابقى 5-3 يعني. حاجات مش بتحصل غير مع ريال مدريد بقى لها كام سنه. بس هو كان سيناريو مختلف شويه وجديد حته، يعني فاهم اللي هو ايه. يعني 115 دقيقه هجوم ريال مدريد كله مش موجود، والدفاع بس هو اللي عمال يلعب، هو اللي عمال يجيب اجوان ويخش فيه جوان. فجأة بقى آخر 15 دقيقة فنزل اتنين لعيبة من الهجوم وجابوا ايه وخلصوا الماتش. فاللي هو ايه، كارلو انشيلوتي والله انت مخرج. انت ما تنفعش تبقى مدرب وبس، انت تبقى مدرب ومخرج، تعمل افلام كرة قدم. والله العظيم. يا السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. واكيد لازم يبقى فيه رومنتادا، يعني دي شخصية بطل ورومنتادا، وريال مدريد قدام اتلتيكو مدريد قدام الغريم، وفي كاس يعني خروج مغلوب. كل اللي بص الاجواء كلها بتقول لك ان في رومنتادا وشخصية بطل لازم تطلع في الماتش ده. يعني ريال مدريد اصلا بيطلع شخصيه البطل في ماتشات دوري عادي، مش هطلعها في ماتش زي خروج مغلوب وكاس، لازم يا باشا، وماتش في السعوديه ورايحين، فلازم اعمل ايه، زي الشو كده لازم يحصل، وريال مدريد بشخصيه البطل لازم تبقى حاضره. دي اول حاجه انا كنت عارفها، مش شفتها. يعني ماتش درامي كده ريال مدريد عملته. وازاي درامي؟ اقول لك ان انت لو بصيت لريال مدريد ودفاع ريال مدريد ان هو اللي عمل الماتش كله، تقول لي ازاي؟ اقول لك تعالى. دفاع ريال مدريد يعني هو جاب 3 اجوان ودخل فيه 3 اجوان في الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت عندك مندي وكارفاخال هم اللي جابوا جونين، وعندك بقى بالدفاع روديجر جاب الجون التالت، فكده التلاته ودخل فيهم 3 اجوان. يعني كان في كارثه كده النهارده، كان واحد اسمه كيبا يعني جاب في نفسه جون، يعني كلاون. عارف انت الناس بتاعت كرة اليد؟ شفت الناس هي بتصد ازاي؟ هو كان بيصد زي ما هو فجأة رفع ايديه الاتنين وجاب الكرة برجله. حاجة منتهى صباح الفل. دفاع ريال مدريد هو اللي عمل كل حاجة في الماتش، سواء كدفاع وسواء كهجوم. هتقول لي امال فين هجوم ريال مدريد؟ طب ما ده اللي انا عايز اعرفه. يعني انت عندك فيني عمل اسوأ ماتش في السيزون يعني ماتش وحش قوي، مفيش دريبنج واحد عمله، ولو ربنا كرمه وعمل دريبنج، يعني عملت دريبنج اهو، اروح على الجون بقى. يا اما تباصي، مش بباصي، لا انا بشوط، وبشوط شوطه ضعيفه، فاوبلاك بيبقى جامد فشخ بقى ان هو بيصد كور كتير فيني. عندك بقى رودريجو، الراجل اصلا بيلعب في مكان مش في مكان، الراجل المفروض ان هو بيلعب في الشمال، بس عندك فيني بيلعب في الشمال، فهو الراجل بقى يلعب على اليمين. فهو مش بيأدي في المكان ده، يعني المكان ده مش تبعي. والله بص، انا لو اديت فيه يبقى خير وبركه مني، لو ما اديتش فيه ده اصلا مش مكاني. عندك بيلينجهام غاب، فما فيش اصلا حد ما بقى موجود في الهجوم بتاع ريال مدريد، ما فيش حد في الهجوم. فالدفاع قام بايه بالماتش كله. والله انشيلوتي نزل اتنين، خوسيلو كارناس وعندك ابراهيم دياز. يعني اتنين عملوا جابوا جونين، نزلوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكرة كانت اصلا خارجه من خوسيلو القناص، ولكن ربنا ايه، يعني كرمه فيها وخلى سافيتش ايه تلمس رجله وهو يجيب جون في نفسه. وابراهيم دياز بعد ما الحارس طلع وبلاك بقى قال لك بص انا ايه، فاضل دقيقة في الماتش، لا مش عايز يخلص ده بقى 4 شهور، ماتش كبير فشخ بس هو كان ممتع. فايه يعني الحارس طلع، ابراهيم دياز لقى الكرة ايه بقت معاه من نص الملعب فاضي، فتح سبرنت حط الكرة ايه والجون فاضي اصلا. بالنسبة لي سيناريو درامي متوقع من ريال مدريد، والله العظيم انا عارف ان السيناريو هيحصل. ليه؟ لازم يا جدعان شخصية البطل تبقى حاضرة، وريمونتادات بقى، وفاهم، ابقى خسران فرق 1-3-2 فجأة ابقى 5-3 يعني. حاجات مش بتحصل غير مع ريال مدريد بقى لها كام سنة. بس هو كان سيناريو مختلف شوية وجديد حتة، يعني فاهم اللي هو ايه. يعني 115 دقيقة هجوم ريال مدريد كله مش موجود، والدفاع بس هو اللي عمال يلعب، هو اللي عمال يجيب جوان ويخش فيه جوان. فجأة بقى آخر 15 دقيقة فنزل اتنين لعيبة من الهجوم وجابوا ايه وخلصوا الماتش. فاللي هو ايه، كارلو انشيلوتي والله انت مخرج. انت ما تنفعش تبقى مدرب وبس، انت تبقى مدرب ومخرج، تعمل افلام كرة قدم. والله العظيم. واحنا عارفين وكلنا عارفين، وسيميوني ذات نفسه عارف ان ده كله هيحصل فيه. يعني سيميوني اول ما دخل الجون فيه اللي هو الجون التالت، ابتدت الرومنتادا ايه تظهر الملامح بتاعتها، قاعد يسقف كده ويلا ومش خلاص. انا عارف يا جدعان انا جاي اصلا ايه، ساعتين يعني اتبسط فيهم. ما تاخدوش الموضوع على ايه، على صدركم قوي، ولا تاخدوا الموضوع ان احنا ممكن نكسب على محمل الجد. يعني هو متعود، فاحنا خلاص احنا كمان متعودين. بس واخيرا وليس اخيرا كان معكم زيكا ولو لسه مش عامل لي فولو، اعمل لي فولو واعمل لي لايك وقول لي كومنت كده، قول لي ايه رايك فيه، واعمل شير ايه للحلقه ديت مع اصحابك. ولو مش عندي بقى على اليوتيوب فاعمل لي سبسكرايب. وسلام.